السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة جديدة على قناة على متن الحياة سما لايف. وإحنا على قائمة تشغيل كلام من القلب للقلب، القائمة اللي مهتمة بالكلام عن الشخصيات المضطربة وخصوصا اضطراب الشخصية النرجسية والعلاقات المؤذية عامة، ومهتمة بإن احنا نساعد الضحايا على قد ما نقدر بكل ما أوتينا من علم ومن قوة بإذن الله. احنا معاكم وفي ظهركم بنساندكم ومع بعض كلنا بإذن الله لحد ما نقدر نقضي، أو على الأقل لو مش هنقضي على الاضطراب دوت وأصحابه، فعلى الأقل هنحجمه وهنحجمهم وهنعرفهم قيمتهم الحقيقية، ونعرف ازاي نعيش ونتعايش، لأن هم منتشرين زي ما احنا شايفين حوالينا قد ايه في المجتمع. حلقة النهاردة مهتمة ان انا ارد فيها على صديقة لينا على القناة. كانت بعتت لنا أسئلة وحاسة ان انا محتاجة ان انا ارد عليها باستفاضة. فرديت عليها باختصار جدا في التعليقات، وقلت لها ان الإجابة عليكي هتحتاج ان انا اتكلم في حلقة، وعملت لها الفيديو ده مخصوص عشانها، ويا رب ان شاء الله اكون اقدر فعلا انور لها الطريق او اساعدها بأي شكل. السؤال بيقول، او هي بتقول لنا: سبحان الله، الفيديو ده جه في وقته. زوجي نرجسي خبيث ومعايا 3 أولاد. البنت 8 سنوات وهي كبش الفداء، والطفل 4 سنوات هو الطفل الذهبي بالنسبة له، وطفل 2 سنوات المهمش، لدرجة انه لما بيكلمه وبيقول له او بيناديله يا بابا يا بابا ما بيردش عليه علشان يغيظني، لانه احب ابن لقلبي. وصار مشكل، وكنت افكر اطلع من البيت ولا ارجع ابدا، واحترت. انا تشافيت وصار لنا 3 شهور منفصلين في بيت واحد. وبتقول كمان في تعليق تاني انه كل ما بيصير خلاف بينا بيقول انه ما بقاليش وجود في البيت، والقضية قضية وقت فقط ويخلص مني. ممكن توضحي لي هو بيتكلم بجد ولا تهديد فقط؟ التعليق بتاعها يعني عايزة ارد على كل نقطة فيه بالتفاصيل، فيا رب ان شاء الله يكون فعلا مفيد ليها. ولو في اي حاله مشابهه ليها، وانا عارفه ان الحالات المشابهه ليها كتير، يا رب ان شاء الله الفيديو دوت يوصل لها وتقدر فعلا تنتفع منه وتلاقي اجابات للاسئله المحيره اللي بتبقى جواها ودايره جوه عقلها ومعيشاها طول الوقت في حاله حيره. وعلشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من ضحايا النرجسيين والعلاقات المؤذيه، ارجو لو انتم من حبايبي اللي مشتركين معايا وداعمين دايما، الاول بشكركم لو انتم داعمين، جزاكم الله عنا خيرا، وعن كل الضحايا وكل الحالات اللي محتاجه فعلا للدعم. ولو انتم من المتابعين لينا ولسه ما اشتركتوش، ارجو لو تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا اللايك والشير لكل اصحابكم علشان العلم ينتشر وتكونوا شركاء معانا باذن الله في الاجر ونشر الوعي لاكبر عدد ممكن من الضحايا اللي محتاجين فعلا المعلومات ديت ومحتاجين المسانده. فارجو ان شاء الله ما تنسوش اللايك والشير، ولو ليكم اي كومنتات او اسئله انا برحب بيها جدا وبتسعدني جدا. كل تعليقاتكم بقراها كلها وما بفوتش ولا تعليق بفضل الله. يلا بينا بقى على طول نبتدي في التعليق على كلامها والرد على أسئلتها. أول حاجة بتقولي إن هو زوجك نرجسي خبيث. أنا بس ليا هنا ملحوظة مهمة يا جماعة، قبل لما نعمل تصنيف لأزواجنا أو لقرايبنا لإخواتنا لأي حد موجود في حياتنا، على أساس إيه قمنا بالتصنيف ده؟ عايزة أقول لكم على حاجة أساسية بس وخلي بالكم منها كويس. الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي كلها ما هياش فيديوهات الهدف منها ان احنا نحكم على الأشخاص أو نصنفهم أو نشخصهم، لأن ده مش شغلنا ولا شغلنا ولا شغلكم. ده محتاج متخصص، مش دكتور نفسي عادي، حتى محتاج دكتور نفسي متخصص في الاضطرابات الشخصية وخصوصا اضطراب الشخصية النرجسية. غير كده محدش يقدر يدي أي تصنيف لأي شخص ولا يصدر أحكام على البشر من حواليه. ففكرة انك انت محدداه قوي ان هو نرجسي خبيث، طب هل انت فعلا تأكدتي من ده؟ ولا انت شفتي اعراض، سمعتي فيديوهات، طبقتي الكلام على زوجك، فممكن تكوني مشخصه تشخيص غلط؟ ولا انت لجأتي لمتخصص والمتخصص هو اللي اداكي التشخيص دوت؟ فدي اول نقطه، انت جبتي التشخيص ده منين؟ وبناء عليه طبعا حياتك كلها وافكارك كلها بتترتب على التصنيف اللي انت قلتيه ده. فعلشان التصنيف ده شيء يعني خطير جدا، بتترتب عليه حاجات كتيره جدا في حياتك وحياه اولادك كمان معاكي، وقرارات مهمه مصيريه هتاخديها في حياتك. فلازم تراجعي نفسك كويس قبل ما توصلي للتشخيص ده لو انت عاملاه بشكل شخصي، يعني انت عاملاه لنفسك. خلي بالك، لان في اضطرابات تانية بتشترك جدا جدا مع الشخصية النرجسية في الأعراض وهي مش شخصية نرجسية. زي مثال مين؟ مثلا الشخصيات الحدية. الشخصيات الحدية في الأوقات اللي بتبقى فيها ناحية الاتجاه السلبي أو الاتجاه العنيف بتبقى زي الشخصيات النرجسية تقريبا، يمكن أكتر كمان. في بعض الحالات بتبقى في الحالة بتاعت الاتجاه العنيف من شخصيتها الحدية ديت، لما بتوصل للمرحلة ديت بتبقى افظع من الشخصيه النرجسيه، في حين ان هم من اصلهم من جواهم شخصيات طيبه جدا وحنونه وجميله وعندهم اخلاق وعندهم طباع حلوه، بس في الوقت ده بتبقى مش موجوده
بتبقى اللي ظاهر منهم الحاجات السيئة بس. فعلى أساس إيه حكمتي وعلى أساس إيه شخصتي زوجك إن هو نرجسي خبيث؟ طيب لو هنستسلم للتشخيص دوت وهنفترض صحته وهنتعامل على ان هو فعلا نرجسي خبيث، وانك انت معاكي بتقولي 3 اولاد وتصنيفتهم ان البنوته 8 سنوات هي كبش الفدا، والطفل الوسطاني هو الطفل الذهبي، والطفل الاخير هو الطفل المهمش، هو مش عاطيله بال خالص، مش مهتم بيه نهائي، وبيعمل معاه كده كمان علشان خاطر يغيظك لان هو عارف ان هو الاقرب لقلبك في اولادك. لازم تخلي بالك في الحته بتاعه الاولاد ديت، خلي بالك ان الولاد بالنسبه للاب النرجسي هم عباره عن مصدر برضو للوقود زيهم زيك، فعلى حسب سنهم بيبداوا ياخدوا المكانه عند الاب النرجسي ديت. يعني البنت اللي هي موجوده في المكانه بتاعت كبش الفدا دلوقتي، البنت الاولانيه اللي هي محطوطه في المكانه بتاعت كبش الفدا، ممكن مع الوقت تلاقيها بقى بيبدل الاماكن زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده. يعني ممكن تلاقيها في وقت اخدت هي المكانه بتاعت الطفل الذهبي، وشويه يروح رافعها تاني، او بعد ما رفعها ومنزل الولد بتاع الطفل اللي هو في مكانه الطفل الذهبي دوت نزله من مكانته، شويه تلاقيه راح بعد ما رفعها هي راح منزلها وراح مطلعه تاني، شويه يجي على الولد المهمل دوت لما هيكبر بس شويه، مش دلوقتي، هو بالنسبه له دلوقتي مش حاطه في حساباته اساسا. فلما يكبر شويه ويبدا الولد دوت يبقى له شخصيه شويه، يبقى له كلمه، يبقى له راي، يبقى له تفكير، يقدر يستخدمه، هيستخدمه عادي، وهتلاقيه عمال بيبدل في اماكنهم بينهم وبين بعض، شويه يطلع ده لفوق شويه ينزل ده لتحت، بيلعب بيهم وبيستغلهم على حسب الموقف وعلى حسب احتياجه للسبلاي في انهي ناحيه دلوقتي. غير ان هو دايما بيستخدم النرجسي من اساسيات برضو معاملته مع الزوجه ومع الاولاد ان هو بيستخدم سياسه فرق تصد ما بينهم. ممكن تلاقيه بيفرق بين الاخوات وبعض، بيميز الاخوات عن بعض، بيميز دوت وبيدي لدوت عطيه وبيمنع دوت منها، بيشكر في دوت ويقول له انت جميل انت فظيع، ويجي للتاني يقول له انت مش عامل زي اخوك ليه، اخوك احسن منك. فبيفرق ما بين الاخوات. خلي بالك انت بعد ما عرفتي انه النرجسي بيعمل كده مع اولاده، انت دورك ايه مع الولاد في الحته اللي في المنطقه ديت، الجزئيه ديت هتعملي ايه معاهم؟ الاولاد اللي الاب نرجسي يمكن حال الأولاد الأيتام أفضل منهم مليون مرة. يمكن النرجسي لما بيبقى صعب كده يعني غيابه أفضل، لو كان الأولاد أيتام بيكون الحال أفضل بكتير من وجود أب بيوجع الأولاد، بيأذيهم، بيدمرهم نفسيا، بيفرق ما بينهم، بيخليهم يغيروا من بعض ويكرهوا بعض ويحقدوا على بعض، وأحيانا كمان بيبدأ يستميل الأولاد ويقلبهم على الأم. فكل واحد على حسب طيفه وعلى حسب درجة الاضطراب بتاعته قد إيه، وعلى حسب درجة السوء اللي هو فيها عاملة ازاي ودماغه بتوصله لفين بيعمل. بس ده من المحتمل جدا ان هو بيتعامل من الاب النرجسي مع الولاد ومع الام، مع ام الاولاد. فانت لازم تبقي حريصة جدا. طب حل ده ايه؟ الحل بتاع ده ايه؟ لو انت موجوده ومكمله ومستمره في العلاقه مع الاب دوت، لازم تبقي مصحصحه جدا، مصحصحه في العلاقه بينك وبين ولادك، ما تدلوش مساحه انه يدخل بينك وبين ولادك ويخلي ان الولاد يشوفوا انه هو اللي بيعملهم مثلا كويس، هو اللي بيكتسبهم بيشدهم ناحيته، هو المنفعه عنده مصلحتهم عنده. انما انت ما تفضليش الام التايهه اللي عماله تلف في فلك النرجسي، شويه بتحاول ترضيه وشويه تايهه في وجعها وفي المها وفي حيرتها اللي هو مسببها لها، ومش شايفه الولاد، مش مهتمه بيهم، مش عاطياهم الاهتمام والرعايه والحب الضروري جدا. لان هم زي ما قلت لك لو وضع الولاد ايتام بيبقى افضل بكتير من اولاد الاب النرجسي اللي هم مش بس مفتقدين الحب، لا ده متعرضين لعكسه مع الاب ده. فمحتاجين يبقى انتي بتديهم اهتمام ورعاية وحب مضاعف علشان تعوضي الخلل او النقصان اللي من ناحية الاب، لا والادهى والامر عشان كمان تعوضي السمية اللي هو بيبثها في روح وفي نفوس الاولاد، واللخبطة اللي بيعملها في علاقتك بيهم وعلاقتهم بيكي وكمان علاقتهم ببعض. انت عليكي العبء كله، انت الطرف السليم اللي في العلاقة، بيكون عليكي العبء والمسؤولية كاملة في تربية الأولاد وتعليمهم الصح والغلط والحلال والحرام، تعليمهم القيم والأخلاق والمعاملة الطيبة والحب. وانتي مطالبة بانك انتي تديهم كل الكلام ده، تشبعيهم منه عشان يتشبعوه، مش يبقوا مجرد بيسمعوا شعارات، لازم يتشبعوا ده منك، يشوفوا المعاملة باحترام، يشوفوا القرب من ربنا، يشوفوا اليقين وحسن الظن بالله فيكي انتي لربنا سبحانه وتعالى، يشوفوا حسن المعاملة، يشوفوا يعني ايه حب ويعني ايه تعبير عن المشاعر، لان هم مش هيشوفوا ده كله من الاب.
فمحتاجين ياخدوا كل ده منك ويتعلموا ازاي يعملوه منك انت برضو، وهيمارسوا ده معاكي وانت تمارسيه معاهم. لازم تحطي طاقتك كلها في ولادك وفي نفسك، تهتمي بنفسك، تهتمي بتطوير ذاتك، مش لازم تشتغلي على نفسك، تعملي تشافي وتعافي. يعني حضرتك بتقولي انا تشافيت وبقالنا 3 شهور في البيت منفصلين، في بيت واحد ولكن منفصلين. طيب انت حكمتي منين على انك انت عملتي تشافي او تشافيتي؟ يعني حضرتك بتقولي اني تشافيتي خلاص، غالبا لانك موجوده لسه مع النرجسي في نفس البيت وفي نفس الحياه، انك انت ما تشافتيش. انت ممكن سمعتي التشافي، مارستي شويه من التشافي لو مارستي فعلا، بس انت ما حققتيش التشافي للنهايه، لسه ما وصلتيش لدرجه التشافي اساسا. واكبر دليل على كده اسئلتك وحيرتك، الاسئله اللي انت بتساليها وحيرتك، ولسه الى الان رغم ان انتم منفصلين زي ما بتقولي بقالكم 3 شهور كازواج، انتوا قاعدين في بيت واحد ولكنكم منفصلين، بس انت محتاره ومتالمه بالشكل ده، ده معناه انك انت لسه ما تشافتيش يا حبيبه قلبي، انت لسه محتاجه تشتغلي على نفسك كتير جدا. هرجع واقول لك التشافي والتعافي مهمين جدا، سواء انت موجوده او مشيتي لازم تبداي التشافي والتعافي. ولكن التشافي والتعافي كل ما كنت بعيد عن النرجسي، بعيد بمعنى بعيد مش موجود معاكي في الحياه، ما بتحتكيش معاه خالص في الحياه، مش موجودين في بيت واحد ما بنحتكش ببعض، لا هو خلاص خرج من حياتك، التشافي والتعافي بيكون اسهل وايسر واسرع، نتائجه بتبقى اوضح. انما طول ما انت بتعملي تشافي تعافي وانت لسه مع النرجسي في حياته، او انتم في كل واحد في بيت بس لسه ما انفصلتوش، او انفصلتوا ولكن بينكم ولاد ففي بينكم احتكاك، فكل دي عوامل بتعطل عمليه التشافي او بتبطئها. هي بتبقى موجوده، انت بتتشافي فعلا وبتعملي خطوات على الطريق، ولكن بتكون النتائج ابطا من لو انت بعدتي عنه فعلا، عملتي النو كونتاكت وبعدتيه عن حياتك تماما ومبقتيش بتحتكي بيه واعتبرتيه صفحه واتقطعت من كتاب حياتك. فما ينفعش نقول دلوقتي ان انا تشافيت. تمام. النقطة اللي انا عايزة اوضحها برضو واستكمالا لموضوعك انت والاولاد، ما ينفعش انت بتقولي ان ده الطفل احب طفل الى قلبي. كلنا عارفين طبعا ان الطفل الاخير بيبقى واخد اهتمام اكبر، خاطف قلب الام اكبر، ولكن لازم تبقي عارفة ان او تاخدي بالك او تلاحظي انه لازم ولادك كلهم يبقى عندك نفس نفس المقدار في المحبه، نفس المقدار في الاهتمام، نفس المقدار في الرعايه، على قد لما تقدري لازم تبقي بتوريهم العدل ما بينهم. وكمان ما تخليش ده واضح لو انت اهتمامك بالطفل الصغير بحكم ان هو صغير ومحتاجك اكتر، او زي ما بتقولي والله اقرب لقلبك، ما تخليش ده واضح علشان هو ما يستخدمش ده في التفرقه بينك وبين ولادك الاكبر، علشان ما يخليش نفوس الولاد تشيل منك وفعلا يبدا يدستلهم السم في العسل في قلب الكلام كده وانتي مش واخده بالك وهم مش واخدين بالهم، بس يخلي الولاد افكارهم متشبعه من ناحيتك ان انتي بتميزي اخوهم عنهم، بتحبي اخوهم اكتر منهم، فيبدا هو يستميلهم بعد كده لان هم اكبر. فخلي بالك من الحاجات الصغيره ديت. اللي قاعده مع نرجسي لازم تبقى عارفه كويس جدا انها في حرب، زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت، انتي عايشه في حرب، واللي في حرب ما ينفعش يغمض عينه، ما ينفعش يحط سلاحه جنبه وينام. انت لازم طول ما انت في حرب مصحصحه وسلاحك في ايدك، علشان في اي وقت تبقي مستعده لاي هجمه من العدو. لازم تبقي انت كمان عندك خطوات استباقيه، ما تبقيش انت مستنيه لما يهجم عليكي وتدافعي، انت لازم انت اللي تبقي عندك خطوات استباقيه قبليه، تبقي مصحصحه واخده احتياطاتك، عامله الحذر قبل لما تقعي في فكره ان هو بيهجم عليكي وانت بتدافعي. فلازم تخلي بالك جدا من النقطه ديت، زي ما قلنا خلي بالك من علاقتك بولادك، حاولي قوي علاقتك بولادك على قد ما تقدري، وحببي الولاد في بعض، قربيهم من بعض، لان اللي هو بيعمله ما بين الولاد وانه مخلي الاطفال في حد مميز وفي حد اقل تمييزا، واللي هو بيفضل يعمله دوت مع اولاده، ده بيخلي الولاد فعلا يغيروا من بعض ويحقدوا على بعض وما يبقاش بينهم حب. دورك انتي ولادك لسه صغيرين، قربيهم من بعض، حببيهم في بعض، حبيهم على قد ما تقدري، اعملي انتي وهم عيله، انتي وهم اعملي اتحاد كده ورابطه بينك وبينهم. ويستحسن انه ده ما يبقاش قدامه، طول ما هو مش موجود اكيد بيخرج لشغل، بيروح بيجي بيعمل مشاوير له حياه، له حياه بيعيشها، مش هيفضل قاعد في البيت طول الوقت. فالوقت اللي هو مش موجود في البيت ده حاولي ركزي مع عيالك جدا جدا، ان انت وهم تبقوا مندمجين مع بعض جدا، ليكم انشطه، بتاكلوا بتشربوا بتلعبوا مع بعض، بتتفرجوا على تلفزيون، على فيلم، على كرتون، بتعملوا مسابقات، انت وولادك مع بعض تبقوا على طول مع بعض في الوقت اللي هو مش موجود. وهو موجود حاولي ده ما يتعملش قدامه عشان ما تسريش غيرته وحقده عليكم، وما يحطكمش في دماغه انه لا لازم بقى يكثف جهوده علشان يبوظ العلاقه الحلوه اللي ما بينكم ديت، لان هو نفسه بيبقى عنده غيره منك، من حب الولاد ليكي او من حبك للولاد او من علاقتكم السليمه مع بعض، بيبقى عايز يخرب دوت. فما تخلوش ينتبه للعلاقه الطيبه اللي بينك وبين ولادك عشان ما يحاولش يكثف جهوده زي ما قلنا ويبوظها.
بتقولي إن هو كل ما بيحصل ما بينكم خلاف بيقول لِك أنتِ ما بقالكيش وجود في البيت، والقضية قضية وقت بس ويخلص منِّك، ومحتاجة تعرفي هو كده بيهدد والّا بيتكلم بجد. في الحتة ديّة نقطتين عايزة أتكلم فيهم. النقطة الأولانية، هو بيهدد والّا مش بيهدد؟ النرجسي أول ما بيبدأ يتكلم بيهدد، بداية الكلام بيبقى تهديد. علشان إيه؟ علشان يخوّفِك، علشان يحجّمِك، علشان يرجّعِك للقالب تاني، لإنه معنى إنه وصل معاكِ للتهديد إنِّك أنتِ الخلافات بينِك وبينه عِليت أوي، لدرجة إن أنتِ بقيتِ ممكن تكوني بدأتِ تحسّي بنَفْسِك، بدأتِ تطالبي بحقوق، بدأتِ ترفضي أذى معيّن بييجي من ناحيته ليكِ، كنتِ بتاخديه وبتبلعيه زمان، خلاص حاسة إن يعني الكيل طفح وبقيتِ مش قادرة تستحملي أكتر من كده، فبدأتِ تعبّري عن غضبِك، عن زعلِك، بدأتِ تعملي حدود وتوقّفي عندها وتقولي له ما تتخطاهاش. شخصيتِك حصل فيها تغيير، ما هو أنتِ طالما بتعملي تشافي والتعافي وأنتِ قاعدة معاه، ففي تغيير وطفرة بتحصل في شخصيتِك. أنتِ لو ما عرفتيش تهندلي وتضبّطي موضوع التغيير ده، إنه يحصل تدريجي وما يبقاش فجائي وما تحسسيهوش بيه، وده اللي بيحصل مع أغلب ضحايا النرجسيين، إن هم بعد ما بيعرفوا إن معاهم نرجسي وبيبدأوا يزوّدوا الوعي، وبعدين يدخلوا على التشافي والتعافي، كل ده وهم موجودين مع النرجسي لسه، فبتحصل الطفرة اللي هي إيه، في شخصيتها، وبتبقى يعني من كتر ما هي متغاظة منه، من كتر ما هي مقهورة منه، من كتر ما هي عايزة تنتقم منه ومش طايقاه أساسًا، ونفسها تاخد حقها كمان، فما بتداريش، ما بتبقاش واصلة لها فكرة إن أنا لازم أداري وإن أنا هاتعايش أصلًا. هي مبدئيًا بتبقى بعد ما بتعرف وبتوصل للحقيقة، وبتعرف حقيقة الشخص اللي هي عايشة معاه، وحقيقة الوهم اللي هي عاشته معاه، وهم الحياة الزوجية ووهم شريك الحياة اللي هو ما طلعش شريك حياة، طلع عدو عايش معايا في البيت. فبعد ما بتفهم الكلام ده كله بتبقى واصله له، بتبقى واصله لمرحلة ان هي بتقول لا انا مش هكمل قولا واحدا، انا مش عايزاه، انا عايزه امشي واسيبه، انا عايزه انجو بنفسي وانجو باولادي وابعد عن الشخص المؤذي المريض ده. بس ده بتبقى وهي في بداية التعافي أو في بداية الوعي، قبل لمّا بتوصل لدرجة كبيرة من الوعي ولدرجة كبيرة من التعافي، اللي هي ممكن بعد أمّا توصل لها تقول وماله، أنا هاعيش وأتعايش واختار أخف الأضرار، وأعرف أحط له حدود، وأعرف يعني إيه أتعامل معاه وأحطه في حجمه الطبيعي، وأوقّفه عند حد وما اخليهوش يتخطى حدوده معايا. فده بيحصل بعد ما بتقطع شوط كبير فعلًا في التشافي والتعافي، وبتقف عندها حتة الاندفاعية بتاعة الأول، بتاعة بداية معرفة والصدمة وبداية الوعي زي ما قُلنا. فكل ضحايا النرجسي بيبقوا في البداية فاكرين إن هُم الأسلم، وبيبقوا مختارين الاختيار الأفضل، إن هو أنا هامشي واسيبه وهابعد عنه وعن أذاه، أنا وولادي. فطبعًا نتيجة دوّة بتبدأ معاملتها معاه تبقى متغيّرة، التغيير بيبان عليها، ومعاملتها معاه تبقى صعبة، وبتبقى متنشنة كده وفي حدية في المعاملة، تبقى خلاص بقى فهمت إن أنا لازم يبقى لي حدود، فتبدأ تحط حدود بشكل فُجائي. يعني واحدة كانت حدودها مفتوحة تمامًا طول السنين اللي فاتت، فجأة لقى واحدة حاطة له حدود، وحدود قوية وصارمة وعايزة تنفّذ، واحدة ما كانش ليها شخصية وكل حاجة حاضر ونعم ومكبوتة وحاططها في القالب ومرتاح ومتضبط هو وتمام، مرتاح من ناحيتها تمامًا، لقى إن هي لأ، كسّرت التابوت اللي هو حاططها فيه وعايزة تطلع منه وعايزة تنطلق وعايزة تعيش، وبتقول أنا ليّا حقوق وأنا ما اقبلش اللي أنت بتعمله فيّا. فطبعًا دي بالنسبة له بتبقى حاجة مش مقبولة، يعني حاجة الأول بتبقى صدمة، بعد كده بتبقى حاجة مش مقبولة، وبيبقى بيقاومها بشكل عنيف جدًا، وبيبدأ في التهديدات. لعل وعسى إنه التهديد دوّة يرجّعِك عن اللي أنتِ فيه. في التوقيت دوّة بيبقى عمّال يقول طب هي إيه اللي غيّرها؟ طب حصل حاجة؟ طب هل هي شافتني؟ يعني شافت حقيقتي؟ شافت ما وراء الماسك المزيف اللي أنا حاطّه على وشي؟ طب عرفت حاجة؟ طب إيه اللي غيّرها كده؟ طب في حد لعب في دماغها؟ طب في حد من أصحابها أو حد من أهلها هو اللي قال لها كلام ممكن يكون غيّرها كده؟ طب ممكن تكون عرفت حاجة؟ طب ممكن تكون شافت حاجة؟ طب قرت كُتب؟ طب إيه اللي عامل فيها كده؟ فبيبدأ يجرّب معاكِ بقى إن هو يزوّد عليكِ الدوز شوية في العنف، في التهديد، مثلًا في مواضيع الماديات، أي حاجة أنتِ عايزاها، ليكِ شغل بقى، أهل عايزة تروحي لهم، بيبدأ يزوّد عليكِ. وخصوصًا أغلبهم بيعمل الحتّة بتاعة التهديد، يا إما بإنه هيطلّقِك، هيمشّيكِ، أو هيخلّيكِ بس هيتجوّز عليكِ. فبيبدأ يهدد بالنقطتين دُولة أو يعني واحدة منهم. في البداية زي ما قُلنا بيبقى تهديد، لعل وعسى إنِّك أنتِ ترجعي عن الحالة اللي أنتِ بقيتِ فيها، اللي هو شايف إن أنتِ بقيتِ مش طبيعية، أنتِ كنتِ كويسة وكان عايش وكان مرتاح،
فيا اما هترجعي عن الحاله اللي مش طبيعيه بتاعتك وترجعي تاني للشخصيه الحلوه الكيوته اللي هو كان عارف يسيطر عليها وعارف يعيش، وبيفضل على الوضع دوت فتره من الزمن عمال بيحاول يدرس التغيير اللي حصل فيكي ويعرف هو كان من ايه، وبيفضل يحاول معاكي ويجرب معاكي طرق كتيره للضغط زي ما قلنا والتهديدات، لعل وعسى تجيب معاكي نتيجه. طب ما جابتش معاكي نتيجه، وارد جدا انه قدام ينفذ التهديد بتاعه ده، وفي حالات فعلا نفذ رغم انه ما كانش حاطط في حسبانه ان هو يتجوز على الضحية على الاقل دلوقتي، الا انه فعلا عمل الخطوة دي، خصوصا لو الضحية بعد ما وصلت لمرحلة الصدمة والفوقان ومنعت عنه الامداد اللي هو بياخده منها. ما احنا قلنا النرجسي ما بيقعدش مع الضحية لله في لله، ولا عشان بيحبها مثلا، ولا عشان ما يقدرش يستغنى عنها، ولا عشان اعتبارات البيت والعيلة والأسرة والولاد والدفء والكلام ده، ولا الرحمة ولا السكينة ولا المودة ولا أي حاجة من الاعتبارات ديت. امال هو بيبقى مكمل معاها ليه؟ علشان هو بياخد منها السبلاي بتاعه. الضحية اللي هي الزوجة الأولى دايما بتبقى هي السبلاي الأساسي. يعني ايه السبلاي الأساسي؟ يعني احنا كبشر كلنا بنتنفس وعايشين بالأكسجين، ده أساسي للحياة عندنا. النرجسي الأساسي عنده للحياة زي الأكسجين كده بالظبط سبلاي ايجابي او سبلاي سلبي. اتكلمنا دوت في حلقات قبل كده سابقه، لو انتم ما تعرفوش الكلام دوت او حابين تعرفوا عنه اكتر ارجعوا للفيديوهات في نفس قائمه التشغيل الكلام من قلب القلب، هي بادئين من اولها لغايه دلوقتي كل كلامنا عن النرجسيه واضطراب الشخصيه النرجسيه والضحيه ازاي وتعمل ايه، ارجعوا ليها وان شاء الله تكون نافعه ليكم. فالنرجسي في الحاله ديت بيبدا بقى لو لقى انه التهديد للضحيه ما جابش نتيجه وفضلت منع عنه السبلاي الاساسي بتاعه، فساعتها هيعيش ازاي؟ هو بالنسبه له انا السبلاي ده مهم جدا ليا، ما اعرفش اعيش من غيره. طب هيعيش ازاي؟ فبضطر ان انا اشوف مصدر تاني للسبلاي، لان النرجسي دايما بيبقى عنده المصدر الاساسي او المصدر الاولي ومصادر تانية ثانويه موجوده معاه في الحياه كده، بياخد منهم شويه سبلاي ايه على الماشي. فبيشوف حد من السبلاي الثانوي اللي حواليه دولت وبيبدا يحضر الضحيه الجديده او السبلاي الثانوي دوت، بيجهزه علشان في اي وقت لو انت فضلتي مستمرة على نفس حرمانه وعصيانك ليه في انك انت تديله السبلاي اللي هو محتاجه واللي كان متعود ياخده منك وعايش بيه وما يقدرش يعيش من غيره، فبيبدأ يدور على حد من السبلاي الثانوي اللي حواليه ويبدأ يرقيها لغاية لما يطلعها تبقى هي السبلاي الاساسي. وفي الحالة دي بنشوف النرجسي اللي بيتجوز على السبلاي الاساسي الاولاني اللي هي ام الاولاد، وبيبدا يتجوز فعلا الجواز التاني، وغالبا الجواز التاني بالنسبه لهم بيبقى عرفي وفي السر شويه من الوقت، وبعد كده بيبداوا يعني بيظبطوا الظروف بيظبطوا الدنيا ويهندلوا الدنيا، وبعدين يبقوا يعلنوه علشان له بعد كده اهداف واغراض تانية من وراء الاعلان دوت، علشان بقى يغيظك، علشان يسلس لك بيها، علشان يسلس لها بيكي، علشان عايز ياخد المكاسب كلها، علشان اعتبارات تانية كتيرة بقى دي ممكن نتكلم عنها في حلقة تانية. النرجسي والزواج التاني بيبقى ليه وازاي وملابساته كلها واهدافه، وامتى بيخليه مش معروف او عرفي او مستتر، وامتى بيظهره وبيخليه علني. دي ممكن نعمل لها حلقة تانية بقى منفصلة. فهل هو بيهدد ولا لأ؟ زي ما قلنا هو في البداية بيبقى بيهدد لو انت فضلتي مستمرة في اصرارك على انك تعملي حدود وتبعدي عنه وتمنعي منه السبلاي و وفضلتي بتتعاملي بنفس الحديه بتاعه الشخصيه المنفعله بعد الصدمه بعد لما عرفت وبعد ما زاد وعيها، ففي الحاله ديت فعلا بتبقي دافعه للنرجسي على ان هو يروح يجيب سبلاي تاني يأمن بيه احتياجاته اللي نقصت نتيجه وعيك ونتيجه قرفك واشمئزازك منه وبعدك عنه بقالك فتره. وطبعا ده واضح من الرساله بتاعتك انك انت بتقولي احنا مع بعض في نفس البيت بقالنا 3 شهور منفصلين. حبيبتي احنا ما فيش عندنا حاجه اسمها نفضل في بيت واحد منفصلين، دي حاجه مش صحيحه وما تنفعش، ده مع الناس العاديين، ما بالك لما يبقى معاكي شخصيه مضطربه. الشخص المضطرب بالنسبه له مخاوفه الاساسيه الرفض والهجر. الرفض حاجه والهجر حاجه تانية. الرفض ان انت تبقي موجوده معاه ورفضاه، الهجر ان انت تبعدي وتسيبيه خالص. الاتنين دولت بالنسبه له اكتر حاجتين بيخوفوه ويرعبوه ويوجعوه، ويحولوه من نرجسي خفي لنرجسي ظاهر، يحولوه من حمل وديع لطور هائج. فانتي بايدك يا اما هتحوليه لنرجسي ظاهر ويبدا يحاول يوجعك انتقاما من اللي انتي عاملاه فيه، او ترجعي تاني تحجميه وتخليه خفي وتسيطري على الموضوع.
الاختيار ليكي، انا مش ممكن اختار لك ومش ممكن اقرر لك، الاختيار راجع ليكي انتي، تبعا لظروفك انتي وتبعا لاحتياجاتك انتي وموازنتك انتي لامورك، والقرار بتاعك في الاخر وفي الاول. ولكن اللي انا عايزه اقوله لك انك انتي تستخيري ربنا كويس وتفكري بعقلانيه مش بانفعاليه. معنى ان انتي لسه عماله بتسالي وعايزه تعرفي والموضوع شغلك، حضرتك لسه بتعملي تشافي وتعافي، لسه لا تشافيتي ولا تعافيتي، ولسه هو فارق معاكي، وفارق معاكي انه يكون موجود او يروح يتجوز او انه يعرف حد غيرك او انه يطلقك او انه يمشيكي من البيت. الحاجات دي كلها طالما فارقه معاكي وبتسالي عنها، يبقى انت لسه متعلقه بيه، انت لسه عندك تعلق مرضي بيه، لسه هو فارق معاكي، ولسه التشافي ما لم يؤتي ثماره معاكي. فعلى اساس ايه انتوا منفصلين دلوقتي؟ لازم تقفي مع نفسك واقفة بهدوء وبعقل وبحيادية وبحكمة. استعيني بالله جدا، استخيري، اسألي ربنا ان هو يديكي الحكمة والبصيرة عشان تعرفي فعلا تاخدي قرارات صح. واقعدي اسألي نفسك بقى بالعقل، واستشيري ناس، استشيري لو انت تقدري تستشيري حد متخصص يعرف قصة حياتك بقى كلها، ويبدأ كده يكون ناصح امين ليكي. كان بها مش نافع، شوفي حد من حواليكي من قرايبك اللي تكوني عندك ثقة في رأيهم وفي حكمتهم وفي رجاحة عقلهم، صديقة مقربة جدا وانتي واثقة فيها جدا، أختك مثلا وانتي واثقة فيها جدا وفي عقلها، وابدأي خدي رأيها، المفروض الحكمة تقتضي ايه. تمام. بالنسبه بقى للمشاعر، طب انا هقدر استحمل ما اقدرش استحمل؟ اللي انا اقدر اقوله لك الموضوع بتاع التحمل دوت وقوه التحمل، في فروق فرديه بين الضحايا وبعضهم، كل واحده على حسب شخصيتها، على حسب درجه وعيها، وعلى حسب عاشت ايه في الحياه. لكن اللي اقدر اقوله لك ان القاسم المشترك بين الضحايا كلهم ان كل ما عدى الوقت ومارسوا التشافي فعلا وقطعوا شوط اكبر في التشافي والدنيا اتقدمت بيهم لقدام اكتر وبداوا يهدوا، ومشاعر الاشمئزاز ومشاعر الصدمه ومشاعر القلق والاضطراب والخوف والكلام دي، كل المشاعر دي هديت، كل لما كان القاسم المشترك بينهم ان هم قدروا فعلا يعيشوا ويتعايشوا، وهم اللي يسيطروا، مش هقولك على النرجسي، يسيطروا على حياتهم مع النرجسي ويقدروا يخلوا الحياه يعني شبه كويسه، ولكن بشكل ما او بدرجه ما، اختيارا منهم ان هم بيختاروا اخف الضررين، وان ده الافضل ليهم ولولادهم من حال الانفصال ومعاداة النرجسي. لانك لازم تعرفي ان وتحطي في اعتبارك ان لما هتقفي في وش النرجسي وتعادي وتعملي عكس اللي هو عايزه، لان هو عايزك تبقي موجوده، النرجسي ما بيسيبش ضحاياه، النرجسي عايز تفضلي معاه، فلو انت مشيتي عكس اللي هو عايزه ووقفتي في وشه فعادتي، فطبعا هيشن عليكي حرب كبيره، سواء انت معاه او اثناء الانفصال او بعد الانفصال. وفي الحرب بتاعتهم ما عندهمش اخلاق، النرجسي شخص ما يعرفش حاجه عن الاخلاق والاداب والحلال والحرام، وساعه الحرب بيستخدم كل ما اتيح له من وسائل شرعيه وغير شرعيه، وعايزين نقول الغير شرعيه اكتر، كل ما عرف يضغطك بحاجه، كل ما عرف يلوي دراعك بحاجه، كل ما عرف يوجعك بحاجه ويقهرك بحاجه هيعملها. فانت اللي هتوازني امورك، هل الانفصال عنه افضل، البعد عنه افضل؟ لو انفصلتي عنه تعرفي تعيشي انت وولادك، في معاكي حد بيساعدك، ولا هتقدري انت تقفي على رجليكي وتستعدي نفسك لوحدك؟ لازم تفكري في كل حاجه وتوصلي بينك وبين نفسك لقرار بالعقل مش بالمشاعر، هكمل ولا مش هكمل؟ لو هكمل لازم اعرف ان انا ارجع 10 خطوات لورا وابدا تاني اهندل الامور بيني وبينه، علشان كتير من زوجات النرجسي وضحايا النرجسي بعد حالة الثورة اللي كانوا فيها لما معرفوش يسيطروا على نفسهم، والموضوع أدى بيهم إن النرجسي راح تزوج واحدة تانية، رجعوا بعد كده مش بس تقبلوا النرجسي وعاشوا مع النرجسي نفسه، لا ده تقبلوا وجود واحدة تانية، وبدأوا بقى يعيشوا قهرة إن في واحدة تانية جت شاركتني في الزوج اللي انا يا دوبك بحاول ان انا اتحمله بالعافيه. يعني مش مجرد ان انا بقيت بتحمل شخص مريض، لا ده انا بتحمله وبتحمل التبعات بتاعه الازمه اللي حصلت دي. فقبل لما توصلي للنقطة ديت، ويا رب إن شاء الله ربنا يلهمك رشدك ويرزقك الحكمة والبصيرة وما يحطكيش في وضع الاختيار، اطلبي من ربنا وقولي اللهم اختر لي ولا تخيرني يا رب، اللهم إني وكلتك أمري، اللهم دبره لي فإني لا أحسن التدبير. ادعي ربنا كتير والجئي له كتير، ويا رب إن شاء الله ما توصلي لحاجة وحشة، وتقدري فعلا تختاري الاختيار اللي فيه خير ليكي ولأولادك. كل ما يا جماعة كانت الاختيار فيه أولاد وفيه مصاير ناس متعلقة
في رقبتنا بيكون الاختيار أصعب شوية، ولازم نكون حريصين ويكون عندنا دقة ويكون عندنا عقل وحكمة وإحنا بنتصرف، غير لو إحنا لوحدنا بيكون الموضوع أخف وأسهل بكتير والقرار بيكون أسهل وأوضح لينا. فأتمنى لكم يا رب إن شاء الله كلكم كل ضحايا النرجسيين وكل ضحايا العلاقات المؤذية التانية إن هم فعلا ربنا يرزقهم الحكمة والبصيرة، وإن هم يتخطوا كل المشاكل اللي بتحصل لهم في بداية المعرفة، ويتخطوا الصدمة اللي بياخدوها بعد المعرفة، ويفوقوا بسرعة وفعلا يعرفوا يظبطوا كده الأرض من تحت رجليهم ويقفوا على الأرض صلبة. لازم تفكروا كويس، لازم تدبروا أموركم كويس، تستعينوا بالله طول الوقت. ارجعوا لكل النقاط اللي في الحلقة. الحلقة أنا حاساها تقيلة، أنا آسفة جدا لو في أي حد اتوجع وهو بيسمع، أنا فعلا حاسة بيكم وحاسة بمشاعركم، وبتمنى لكم كل الخير، وبتمنى لكم الهدوء والاستقرار في حياتكم انتوا وولادكم، وبتمنى لكم النجاح والفلاح يا رب اللهم امين. لو انتوا معايا لحد النقطه ديت في الحلقه اتمنى ان انتوا تكونوا مستفيدين، ولو تعرفوا اي حد ممكن ينتفع من الحلقه دي ما تبخلوش عليه بانكم انتوا تشيروا له الحلقه وتدلوه على القناه، والدال على الخير كفاعله. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير، ولو ليكم اي كومنتات برحب بيها وبرد عليها ان شاء الله. اذا كان في الكومنت ينفع هرد، اذا كان الرد كبير زي النهارده كده ومستفيض ومحتاج فيه شرح بعمل حلقه مخصوصه ان شاء الله وبرد على اي حاله تكلمني. ربنا يا رب ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، واشوفكم الحلقه الجايه على خير ان شاء الله. استنوني وتابعوني، بحبكم في الله، مع السلامه.